السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا هتكلم النهارده عن سيرم لوريال بالهالورونيك اسيد بتاع البشره وبتاع العين. بتاع البشره ده انا جبت الحجم الصغير اللي هو ال15 مللي، بس هو معايا بقاله كتير يعني. بصوا انا استخدمت الجزء قد ايه، يعني هو باقي حوالي 3/4 مثلا، 3/4 خلص. باقي مش عارفة هو كده باين ولا لأ، هو باقي حوالي ربعه. آه، مش عارفة اقول لكم عليه ايه. هو كويس بس انا عشان بستخدم منتجات تانية معاه، ف مش عارفة احكم عليه بصراحة. هو ده 15 مللي كان ب150 جنيه. هما بيكتبوا كاتبين يعني اللي هو بيحفز الكولاجين وبيرطب البشرة و آه، بتستخدميه مرة الصبح ومرة بالليل. انا بالنسبة لي مش عارفة بصراحة، يعني ما عجبنيش. ما عجبنيش، ما حسيتش اللي هو الواو قوي اللي هما بيشكروا فيه. هما الكبير بتاعه اعتقد ب 350 جنيه، بس مش الواو. يعني انا عندي الهالورونيك اسيد بتاع فارم ستاي، لا انا بحس اللي هو حلو جدا معايا. ده حسيت اللي هو بيرطب بس، يعني كمان مش بيرطب، يعني انا لازم استخدم كريم بعده. آه، مش قادرة احكم عليه بجد، مع اني خلصت اكتر من تلات ارباع الازازة. خلصت اكتر من تلات ارباعه، بس لا، حاسة ان في منتجات تانية كتير احلى منه عن يعني الدعاية المعمولة له جامدة قوي ده. لا، في حاجات احسن منه كتير. الحلو اللي عجبني بقى اللي هو بتاع العين، اللوريال هالورونيك اسيد، برضو نفس اللاين بتاع الخط ده. بتاع لوريال بالهالورونيك يعني. بس بتاع العين حلو قوي، الحبيبات اللي فيه الكور التلاتة دولت حلوة جدا. انا يعني بعمل كده على عيني تحت مرة، يعني مرة الصبح بعد ما بصحى وبغسل بالغسول وبرطب بشرتي وكده بحط على عينيا، ومرة بالليل قبل ما بنام. العبوة دي آه، عندي من شهر 10 اللي فات، احنا داخلين على سنة اهو. وبصوا كل ده يعني ما خلصتش نصها. مش عارفة اجيبها لكم اهي كده باينة. ما خلصتش نصها، مع ان انا بستخدمها وبنتي كمان بتستخدمها معايا. حلوة قوي قوي قوي، بيشد تحت العين. لو انت عندك خطوط بسيطة رفيعة كده بيشيلها. آه، عجبني جدا. بس انا لازم بتحطيه وانت يعني تحت عينك مبلول شوية، علشان هو بيحفظ الهالونيك، بيحتفظ بالمية جوه الجلد. فحلو جدا وبيرطب البشرة وبيشدها، يعني تحس ان انتي بشرتك تحت عينك مشدودة. بس برضو بحط بعدها كريم، يعني برضو بحط بعد ما بحط السيرم ده كريم للعين، مخصوص للعين، مش اي كريم بشرة. كريم مخصوص للعين. هعمل لكم عنه برضو ريفيو بعد كده عن كريم العين اللي انا بستخدمه. حلو جدا جدا وفعلا حلال في الفلوس. هو 20 ملي، ده كان 15 ملي. هما كاتبين هنا ده 1.5% في حمض هاليورونيك، لكن ده في أكتر، 2.5%. اهو كده واضحة، 2.5% هاليورونيك. آه، هو سعره أعتقد بقى دلوقتي كان 240. أنا جايباه من شهر 10 اللي فات، دلوقتي بقى 300 وحاجة. بس بيقعد كتير، يعني انا بقول لكم من شهر 10 اللي فات، يعني سنة ولسه نصه موجود. لان انتي بتحطي، يعني ممكن كمان تحطيه في التلاجة. لما تيجي تحطيه تحت عينيكي الكور اللي هي دي هتبقى ساقعة. لو عندك انتفاخات، عندك هو برضه حلو للهالات جدا. لو عندك انتفاخات الكور دي ممكن تقللها خالص لو انتي حطيتيه في التلاجة واستخدمتيه وانتي، يعني ما تيجي قايمة الصبح تستخدميه، يكون هو في التلاجة. حلو جدا، انصحك بيه. ده ما عجبنيش بصراحة، ممكن الناس تشكر فيه بس انا ما حسيتش بفرق.
يعني انا عندي منتجات تانية احسن منه، بالنسبة لي احسن منه، لان كمان الكبير بتاعه دلوقتي سعره بقى اوفر قوي يعني، مش اي حد ممكن يجيبه. انا قلت اجرب في الحجم الصغير اللي هو ال 15 مللي ده الاول. بس ما عجبنيش بصراحة، او مش ما عجبنيش عشان عمل لي حاجة مش كويسة، لا هو انا ما حسيتش باستفادة. زي ده ما لاحظت، يعني على طول بعد ما استخدمته بفترة، لا حسيت اللي هو لا كويس، وجاب نتيجة معايا، وجاب نتيجة مع الهالات والانتفاخات وكده. لكن ده مش قوي. بس كده، لو انتوا عايزين هعمل لكم برضو فيديو عن البلسم والشامبو بتاعه، حلو جدا. هعمل لكم ريفيو عنه، واي استفسار او اي حاجة عايزين تعرفوها اكتبوها لي في الكومنتات تحت، وانا هرد عليكم بإذن الله. باي.